لما قررت ان انا اعمل فيديو عن سلبيات العيشة في المانيا، فانا كنت عارف ان في ناس هتكتب في الكومنتات لو مش عاجبك ارجع سيب مكانك لحد غيرك، ما تقولش السلبيات اللي موجودة في المانيا، انت ليه ما بتقولش الايجابيات؟ رغم ان انا من 2016 لحد دلوقتي انا بقول السلبيات والايجابيات وبساعد الناس من 2016 ان هي تسافر ولحد دلوقتي. ولو حد سألني في يوم من الايام على اي معلومة انا عارفها فانا بجاوب عليها، وانا ابقى مبسوط لو في يوم من الايام كنت سبب ان انا اساعد حد بمعلومه. وناس كتير بعد ما بتسافر بتكتب لي ان انا كنت سبب بعد ربنا في الموضوع ده. فانا بكل صدر رحب ما عنديش ادنى مشكله ان انت تسافر، لكن مش هبقى مبسوط وانا بديك معلومه غلط، مش هبقى مبسوط وانا بقول لك بس الايجابيات. ولو في يوم من الايام شفت حد بيذكر لك بس الايجابيات وبيقول لك تعالى شوف عشت عامله ازاي في اوروبا، تعالى شوف انا عامل ازاي في المانيا، شوف انا عندي ايه، شوف انا عندي ايه، الشخص ده مش عايز لك الخير. والشخص ده ولا انت فارق له ولا فارق معاه تسافر ولا ما تسافرش. كل الفكرة ان هو بيضحك عليك بشكل فيديو حلو وبشكل عيشة مش موجودة على ارض الواقع عشان يبهرك، عشان تخش تتفرج على الفيديو، يكتب لك كلام على الفيديو من بره تخش تبقى مبهور قوي، تبقى قانت على عيشتك مش حابب العيشة اللي انت عايشها، وتبقى بتعمل اللي انت تقدر عليه عشان تسافر. وعلى ارض الواقع العيشة مش كده خالص. لازم تبقى عارف الايجابيات والسلبيات وانت تقرر لو انت قادر تعيش العيشة دي ولا لا. كل مكان ليه ايجابياته وليه سلبياته، فانت ليك القرار، لكن لازم تعرف الجهتين عامله ازاي، الايجابيه والسلبيه. وبما ان احنا اتكلمنا على سلبيات العيشه في المانيا، فتعالى خدكم في بعض الايجابيات اللي موجوده في المانيا اللي انت هتاخدها لما تسافر وتقرر تعيش في المانيا. عشان نتكلم على ايجابيات العيشه في المانيا، فتعالى نقول ان في حاجات معنويه هتحسها لما تقرر تعيش هنا، وفي حاجات هتبقى ملموسه على ارض الواقع. هتكلم على اول نقطه واهم نقطه الناس كلها اجمعت عليها، وهي القانون. انت في المانيا انت في بلد قانون بحت. انت كل حاجة بتعملها انت بتبقى بتسأل قبليها قانونيتها عاملة ازاي. انت دايما محمي بالقانون، ايا كان جنسيتك، ايا كان انت جاي منين، انت في قانون بيحميك. طول ما انت ما عملتش اي حاجة غلط مفيش حد يقدر يعمل لك اي حاجة. طول ما انت بتعمل الحاجة الصح، ما ارتكبتش اي خطأ، ما جيتش على اي قانون من القوانين اللي موجودة في الدستور، لا يجرؤ حد ان هو يقرب منك ايا كانت سلطته. ومع الوقت لما تعيش في المانيا فانت بتكتشف ان انت الحياة نوعا ما عادلة. انت عارف من جواك ومن طبيعة شعورك من عيشة مع الناس هنا ان انت محمي بالعدل في القانون. لو انت ليك حق عند حد وانت فعلا تقدر تثبت الحق ده على ورق، فانت لو جبت المحامي بتاعك فانت تقدر تاخد الحق بتاعك ده من زي ما بنقول من بق التخين، ايا كان الراجل ده شغال فين، ايا كان صاحب الشغل ده سلطته عامله ازاي، تقدر تاخد الحق بتاعك مهما حصل. فانت من جواك بيبقى عندك شعور ان انا ماشي صح، ما عملتش اي حاجه غلط، فانا محمي بالقانون وبعدل القانون. دي اكتر نقطه انت هتحسها من عيشتك في المانيا. تاني نقطه ونقطه مهمه جدا، ودي نقطه انا بشوفها معنويه، ولما كنت بتكلم مع صاحبي اللي هو جرب العيشه في المانيا وامريكا، وهي نقطه الامن والامان. انت مهما كنت ماشي في اي مكان في المانيا، لو ماشي في غابه بالليل، لا انا جربت انا وناس كتير، وممكن ناس كتير تاكد على كلامي ده، لو جربت تمشي في اي غابه من الغابات بالليل من جواك عندك شعور بالامان غريب، شعور غريب جدا بالامان، ان انا عارف ان انا من جوايا محدش هيكلمني، ما فيش حاجه هتحصل لي. لو انا ماشي في اي شارع، طول عمري برجع بالليل، وطول عمر ناس كتير بترجع بالليل، وعمرك ما تحس بشعور الخوف او ان انا ممكن في مشكله في امني الشخصي او امن عيلتي زي ما موجود في امريكا. وعلى وصف حد من الناس القريبه جدا مني لما جرب يعيش في امريكا، قال لي انت لازم تركز على امنك الشخصي. الناس هناك عندها سلاح بتامنه، لازم الكاميرات في البيت، لازم تاخد بالك انت ماشي في انهي شارع، ما ينفعش تمشي في اي شارع، ممكن منطقه قريبه من بيتك تبقى منطقه خطر، وعندهم ابلكيشن بتعرفهم هل المكان ده خطر ولا المكان ده يقدر يمشي فيه. الموضوع ده مش موجود في المانيا. اي مكان تقدر تمشي فيه، اي مكان انت تشعر فيه بامان.
والموضوع ده مش منتشر زي امريكا. الموضوع هنا في المانيا انت تشعر تماما بان انت مؤمن وانت حاسس بامان في المكان اللي انت عايش فيه. النقطة الثالثة ونقطة مهمة جدا، ودي بشوفها ميزة لناس كتير اللي مقررة في يوم من الايام ان هي تيجي تدرس في المانيا، فالتعليم في المانيا شبه مجاني او ممكن نقول 90% مجاني. انت بس بتدفع اللي هي الرسوم الدراسية اللي هي ممكن زي ما قلنا قبل كده من 300 ل 600 يورو على حسب الجامعة وعلى حسب الولاية اللي انت هتدرس فيها. لكن انت ما بتدفعش الرسوم الدراسية اللي موجودة في انجلترا او موجودة في امريكا، زي ما عائلات كتيرة في امريكا بتبقى مقررة ان هي تحوش فلوس لولادها عشان يقرروا يدرسوا. الموضوع ده مش موجود في المانيا. انت بتدفع الرسوم الدراسية الطبيعية للترم بتاعك عشان تاخد اصلا بالفلوس دي اللي انت دفعتها بتاخد كارت المواصلات، بتاخد كارت المنزل اللي هو تقدر بعد كده تشتري اكل من المطبخ بتاع الجامعة، بتاخد ميزات كتير جدا. مثلا كارت المواصلات بيلففك الولاية كلها من غير ما تدفع اي حاجة لو ركبت المواصلات العامة. طبعا مش بنتكلم على القطارات السريعة اللي هي الاتش سي اي، ده ملناش دعوة بيه، بنتكلم على المواصلات العامة. فانت بتاخد بالفلوس اللي انت بتدفعها ميزات كتيرة جدا، غير اللي انت مش بتدفع زي ما قلت الرسوم الكبيرة اللي موجودة في دول تانية. وده هيخلينا نتكلم على النقطة اللي بعديها، وهي الأطفال في ألمانيا. الأطفال في ألمانيا مهمين أكتر مني ومنك ومن أمهم ومن أي حد. الطفل في ألمانيا محمي بشكل غير طبيعي، بيتصرف على الطفل. ألمانيا بتقول لك خلاص يا ابني أنت جبت طفل، الطفل ده بتاعنا، الطفل ده مالكش دعوة بيه، إحنا هنديله فلوس، إحنا هنعلمه. الطفل لحد سن ما بياخد البافوج اللي هي المعونة، بتاخد أنت على الطفل لحد من أول يناير 2023 الرقم زاد ل 250 يورو على الطفل. فانت بتاخد فلوس على الاطفال. والطفل هنا لو سألت اي حد الطفل بيتاخد كده كل كام يوم على جنب، ماما بتضربك، بابا بيضربك، بيحصل اي مشاكل في البيت، فالطفل هنا محمي ومؤمن وبيتصرف عليه. فدي هتبقى حاجة كويسة جدا لو انت في يوم من الايام قررت ان انت تسافر مع عيلتك او ان انت هتتجوز وتخلف في المانيا، فتبقى عارف برضو ان الطفل هنا له حقوق اكتر مني ومنك. نتكلم بقى على النقطة المهمة اللي بعدها وهي قانون العمل. انا بشوف واحد من اقوى القوانين اللي موجودة في المانيا ويمكن في العالم كلها قانون العمل. هنا انت من جواك بيبقى عندك احساس داخلي ان انا محمي بالقانون وانا شغال. لو انت مثلا في المانيا اشتغلت لمدة سنة واي سبب كان اترفدت من الشغل، ما جددوش العقد ليك، فانت من حقك تقدم على اعانة البطالة اللي هي بتوصل ل 60% لحد كمان 67% لو عندك اطفال من الراتب الصافي اللي انت بتاخده. يعني الراتب الصافي اللي انت كنت بتاخده بيحسبوا 60% منه لو انت فرد لوحدك، او 67% لو عندك اطفال. في حالات استثنائية ممكن الرقم ده يزيد، مش هنتكلم عليها، هنتكلم على الطبيعي. وكمان انت لو انت مثلا شغال في المانيا وعديت اول 6 شهور اللي هم بيقولوا عليها بروبة سايت، او وقت اللي هو زي ما بنقول تجربة، لو انت اشتغلت 6 شهور وبعد كده اترفدت من الشغل، ممكن تقدم شكوى ان الرفد ده بسبب ما مثلا حد بيعنصر عليك، فيجي الاربايتس امت تيجي تسال صاحب الشغل انت رفدته ليه، ما رفدتوش في اول 6 شهور ليه. وكمان هنا في عقود موجوده بفريستد اللي هي عقود مفتوحه، انت ما بتترفدش من العقد ده. خلينا نقول نظريا في حالات بتترفد فيها لو انت عملت كارثه. فانت من جواك وانت شغال هنا في المانيا بتبقى عارف ان انا نوعا ما محمي بشكل كبير جدا بالقانون اللي موجود في قانون العمل. فانت ما بتبقاش خايف ان انت لو لا قدر الله اترفدت هتبقى قادر برضو تصرف على نفسك وتصرف على بيتك. فده من الحاجات القوية جدا والميزات اللي انت هتاخدها في ألمانيا. وبما ان احنا بنتكلم على الشغل فنتكلم على حاجة تانية مهمة جدا وهي الضرائب. من الحاجات اللي رخمة قوي في ألمانيا الفلوس او الضرائب اللي انت بتدفعها. فانت بتدفع رقم كبير جدا على حسب انت عندك اطفال، متجوز ولا مش متجوز، انت الشريحة الضريبية اللي انت هتخش فيها هتبقى رقمها قد ايه. لكن الحاجات اللي انت بتدفعها او الضرائب اللي انت بتدفعها، انت بتاخد بنية تحتية موجودة، بتاخد مواصلات، بتاخد ميزات كتيرة جدا من الضرائب اللي انت دفعتها. وجزء من الفلوس اللي انت بتدفعها دي هي بتبقى فيها الاربايس لوز جلد اللي اتكلمنا عليه اللي هو اعانة البطالة، وجزء منها اللي هو الكرانكن فيزيشرونج اللي هو التأمين الصحي.
وده بيودينا للنقطة اللي بعديها، التأمين الصحي في ألمانيا. احنا اتكلمنا ان في السلبيات ان في مشكلة كبيرة قوي في ألمانيا بين العمالة الطبية اللي هي الكفاءة القوية، الناس اللي تقدر تعالجك، لكن اتكلمنا برضو على الأجهزة الطبية والتأمين. أنا قلت إن التأمين ده حاجة مختلفة جدا، لأن التأمين الصحي في ألمانيا من أقوى التأمينات اللي موجودة في العالم، أقوى من أمريكا، أقوى من إنجلترا، أقوى من كندا. لو أنت لا قدر الله ماشي في الشارع كده وحصل لك أي مشكلة، فأنت ساعتها لو اتصبت إصابة قوية وعايز تعمل عملية، تخش تعمل عملية بدون ما نتكلم كتير. التأمين بتاعك هيشيل العملية بنسبة كبيرة، هيشيل النسبة الأكبر إذا ما كانش كل الفلوس، وانت بتدفع 5 ل 10 يورو. ده لو انت اصلا دفعت حاجة. لو انت مثلا رحت كشفت عند الدكتور بتاعك وحسيت ان انت مش مبسوط، ممكن تروح تكشف عند دكتور تاني، والتأمين ما يقولكش انت بتعمل ايه، ولا انت ايه اللي حصل، ولا كشفت هنا ليه وما كشفتش هنا ليه. ويعتبر التأمين الصحي الحكومي من اقوى التأمينات. التأمين البرايفت برضو قوي، ده بيسهل لك حاجات تانية. التأمين البرايفت الخاص بيبقى اسهل في ان انت خلاص هدفع الفلوس اسرع، ففي دكاترة كتير بتحب تتعامل معاه، وبيبقى بيدوا المواعيد للتأمين الصحي الخاص اكتر من التأمين الحكومي. لكن التأمين بشكل عام في ألمانيا من اقوى الميزات اللي انت هتاخدها من عيشتك هنا. واخيرا وليس اخيرا، واحده من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها ايجابيه في العيشه في المانيا، تعامل الناس مع بعض بالصدق وتعامل الناس مع بعض بالحسنى. يعني ايه تعامل الناس بالصدق وتعامل الناس بالحسنى؟ يعني انت مثلا لو بتشتري حاجه مستعمل من سوق المستعمل، فهتلاقي بنسبه كبيره الشخص اللي منزل الاعلان ده موضح المشكله في المنتج اللي هو بيبيعه، او حاطط صور ليها او كاتبها في الديسكريبشن تحت. بنسبه كبيره هتلاقي الموضوع ده موجود، ولو انت سالته هيرد عليك. مش بعمم التجربه، انا بقول لك ان ده اللي حصل معايا، وبنسبه كبيره بتحصل مع ناس كتير. وتعامل الناس بالحسنى يعني ايه؟ يعني انت لو انت داخل مكان، فالشخص اللي شغال في المكان ده هتلاقيه بيتمنى لك اجازه سعيده، بيتمنى لك يوم سعيد. لو انت ماشي في الشارع او راجع بالليل مثلا، فهتلاقي جارك اللي هو ممكن يكون مش طايقك اصلا بيقول لك هالو وبيمسي عليك. ولو انت داخل مكان اصلا بتشتري حاجه، فهتلاقي الشخص او الموظف اللي شغال في المكان ده مش محتاج يضحك عليك باي حاجه، مش محتاج يقول لك ان التيشيرت اللي انت لابسه ده المصنع ما عملوش الا ليك وانت بص لايق عليك. هو عارف ان هو موظف بيأدي عمله. ودي من اكتر الحاجات برضو الايجابيه هنا، ان من اعلى سلطه في البلد لاقل سلطه او اقل موظف، هو عارف انه مجرد موظف في المكان ده بيأدي عمله، مش محتاج ان هو يستغل الشخص اللي قدامه، مش محتاج ان هو يستغل منصبه. ولو ده حصل زي ما قلنا، في قانون بيكفل ان الشخص ده يعاقب وياخد جزاؤه. وبرضو زي ما بقول، في فلاتات بتحصل، بس مش هي العام ان هو لو في حد غلط هياخد جزاؤه ايا كان هو ايه. هل ده معناه يا رزق ان احنا نسافر المانيا من بكره؟ لا خالص. انت اللي تقدر تجاوب على السؤال ده، وانت اللي تعرف تشوف هل ده مناسب ليك ولا لا. وما تقعدش تقول بقى ايه الله ده الايجابيات حلوه قوي. اوعى تعمل كده. قارن المكان اللي انت عايش فيه، الايجابيات اللي فيه والسلبيات اللي فيه، شوف هل ده فعلا مناسب ليك ولا لا. احسب حسبتك صح واعقلها وتوكل. انت اللي تعرف تجاوب على السؤال ده. وما تقولش ان انا خايف ان المانيا تقفل، او خايف ان اوروبا تقفل. مفيش حاجه اسمها كده. المانيا بتحتاج سنويا 400 ألف مهاجر، فعمر ألمانيا ما تقفل في يوم من الأيام. مفيش حاجة اسمها كده. اعقل الموضوع وفكر صح. ادرس لغتك كويس، ادرس الموضوع بشكل عام كويس، شوف الموضوع مناسب ليك ولا لا. دور على فرص شغل تبقى مناسبة ليك، وما تجيش على أي حاجة. اعقل الموضوع زي ما قلت، وخد وقتك في التفكير واحسبها بعد كده، وشوف الموضوع ده هيناسبك ولا لا. ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى يكون الناس قدرت تستفاد منه وترجع له في اي يوم من الايام لو هي احتاجته. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه على اليوتيوب وفولو على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. سلام.